يا صباح الورد والعافية فارس، والجو إلك. صباح الخير عليكم وعلى مشاهدي قناة العراقية الرياضية. اليوم متواجدين بين رواد الرياضة وحديثهم عن المنتخب العراقي ودعمهم للمنتخب العراقي. التفاؤل موجود، وأيضا بعد التصريح الأخير للمدرب العراقي حيث قال العراق ينزل تفكير واحد هو الفوز، وإن شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. معي كابتن شوقي. كابتن صباح الخير. حبيبي الله يسلمك. اليوم مباراة العراق مباراة مهمة، ماذا نقول للمنتخب؟ والله مقدما احنا هنا منتخب العراق فوز المباراة الأولى مع اندونيسيا، وهذا الفوز رفع معنويات الجمهور العراقي والفريق، ايضا سوى ضغط على الفريق السعودي. هذا الضغط يفيدنا يقل تركيزهم. احنا متأملين خير منتخب العراق، عندنا مجموعة شباب راقين ربيع محترفين، وعندنا جيل مهم. ان شاء الله الفوز حليف الفريق العراقي. احنا حقيقة كوقت وكزمن صار اكثر من عقد احنا والفريق السعودي يقدمون مستوى راقي، نعتبر احنا كلاسيكو بين العراق والسعوديه. فان شاء الله متأملين بلاعبين مدربين باتحادنا انه يرتقون مستوى راقي ويقدمون مستوى يعيد الهيبه للكره العراقيه. تشكيل الفريق يعني التشكيل المتوقع، والله انا اتمنى جلال وحراس المرمى، وعلى اليمين حسين وعلى اليسار دوسكي. عندنا زيد كان باحسن حالاته بس انحرم، ممكن نعوضه باكام هاشم مناف. انا اتمنى الارتكاز من البدايه يبدا بالصح، يعني الارتكاز يكون امير عمار ويا زيدان، لان زيدان يقدر يخرج بالكره، وراح من يخرج بالكره يسوي ضغط على الخصم. اليمين واليسار اتمنى يعني اليمين بايش واليسار ماركو فرج، وورا المهاجمين يعقوب كيف. حبيبي كابتن، تتوقع نتيجة المباراة؟ والله احنا ان شاء الله نتوقع فوز العراق، بس احنا كجمهور يعني بالتصفيات، يعني هاي اخر تصفيات كاس العالم وهي السعوديه جاي نخسر، بس احنا اليوم متفائلين. ليش؟ لانه الفريق عنده حافز معنوي بالفوز على السعوديه، وايضا احنا ما خارجين رسميا من كاس العالم، يعني احنا عندنا بعد ملحق، راح هذا يخفف الضغط على اللاعبين. نتمنى اليوم الفريق يقدم مستوى يليق بسمعته. توقعاتك نتيجة المباراة؟ انا توقعاتي ان شاء الله العراق فايز 1-0. شكرا. الله يخليك. كابتن حيدر. حبيبي فارس، الله يحفظك. توقعاتك نتيجة المباراة؟ ان شاء الله العراق هي 90 دقيقة، وان شاء الله بكأس العالم ان شاء الله اتوقع 2-1 ان شاء الله. شكرا جزيلا. كابتن. كل التوفيق للمنتخب العراقي، وان شاء الله نتمنى الفوز، واتوقع النتيجة 2-1 للعراق. شكرا جزيلا. نعم كابتن. نعم زميلي فارس، شكرا لك، انت ويانا بالصوت والصورة مباشرة من السماوة. نتمنى اليوم توفيق عراقي.